في ناس بتسمع الاصوات اكتر من الطبيعي، يعني انت بتسمعي الصوت عادي اهو داخل ودانك زي ما انا بكلمك دلوقتي، في ناس بتسمع صوتي ده صراخ او زعيق او حاجه عاليه قوي. الناس دي بتعاني في حياتها باستمرار صبح وليل، وبنقول عليهم عندهم فرط في حاسة السمع. وفي ناس تانية ما عندهمش فرط في السمع بس عندهم حاجة اسمها ميزوفونيا. ايه الميزوفونيا دي؟ في ترددات صوتية معينة تسمعيها مؤلمة جدا، وترددات بتبقى بالنسبة لك عادية، فده بيعمل لنا أزمة كبيرة في استقبالنا للأصوات اللي في الحياة. طب تخيلي إنسان ليل نهار سامع الأصوات كأنها أذى، كأنها شيء بيألمه في جسده، كأن في حد بيضربه. الشخص ده هل هيبقى عايش زينا كده عادي الأمور مستقرة؟ لا، ده بيبقى فيه معاناة تامة، فرط السمعي والميزوفونيا. طيب هي بس الموضوع يتعلق بالسمع؟ لا، كمان حاسة الإبصار. ممكن حضراتكم بتشوفوا الضوء عادي كده والأشياء اللي حوالينا عادي، الناس اللي عندها فرط في حاسة الإبصار الإضاءة بالنسبة لهم بتبقى كأنها هجوم عنيف على عينيهم. كذلك بقى باقي الحواس، عندنا 10 حواس، في ناس بتعاني من ال10 حواس بتوعها. الحواس دي السمع والبصر والشم واللمس والتذوق، كمان حاسة التلامس بتاعت جلد جسمي، وكمان حاسة الإحساس العميق، والحاسة الدهليزية، والحس الحشوي اللي جوه جسمي، وكمان حاسة العضلات. فتبصي تلاقي ان في ناس عندها فرط حسي. يعني ايه فرط حسي؟ يعني كل حواسها دي بتحس بالمثيرات اللي حواليها بشكل مضاعف عن الناس العادية، وده بيعمل ألم مزمن طول الوقت. من كتر ما هو مزمن ومن كتر ما هو طول الوقت فهو بيتخزن في الجسم من غير ما الشخص يحس، وبعد كده بيحكم سلوكه. تبص تلاقي الشخص ده عصبي عنيف، ردود أفعاله سريعة، دايما متضايق، دايما مش مرتاح، مش عارف يبقى سعيد، مش عارف يبقى متجاوب مع المحيطين، نتيجة ان المثيرات اللي في البيئة حواليه هي عبارة عن هجوم عنيف مؤذي مؤلم بالنسبة له. الشخص ده بيبقى في معاناة مستمرة. نعمل ايه علشان نخفف المعاناة دي؟ اعتقد ان آن الأوان لزيارة الكهف الأبيض. الكهف الأبيض بقى بنعمل فيه ايه؟ بنعمل حاجة اسمها بيئة السنسوري دايت. يعني ايه السنسوري دايت؟ يعني زي الحمية الغذائية كده اللي الناس بتعملها علشان تحسن من وزنها وشكل جسمها. احنا بنقدم في السنسوري دايت في الكهف الأبيض حمية حسية، بننظم المثيرات اللي بتدخل للشخص بطريقة منظمة طبعا للاضطراب الحسي اللي عنده، وبناء عليه بيبدأ يعيش خبرة تنظيمية لحواسه بشكل معين داخل الكهف الأبيض.